دي دراجون ايلاند، وده ابسود 2 من دي اند نايت. الدخول للحديقة دي مجانا. زي ما انتم شايفين فيها العاب الزيب لاين زي ما كان ظاهر في اول الفيديو، والعاب كده ليها علاقة بالمغامرات شوية. فيها ترامبلين بيبص على عين السيرة اللي هي البحيرة بتاعت عين السيرة. كمان زي ما انتم شايفين ده متحف الحضارة المصرية. الجو هناك جميل جدا، الفيو تحفة. ده بيفريج ستيشن كان للمشروبات، زي كافيه كده، ستيشن للمشروبات. فود ستيشن للأكل، وده المنيو بتاعهم. الدخول بيكون مجاني، ما بتدفعوش اي حاجة غير التيكت اللي بتستخدموها للألعاب، او لو مثلا طلبتوا اكل او مشروبات. هنا ده الارتفاع بتاع الزيب لاين اللي هي اللعبة اللي كانت في اول الفيديو دي. ارتفاعها عالي جدا طبعا، ولكن كل حاجة هناك بصراحة امان. هنا اكيد انا كنت خايفة، ارتفاع عالي، لو ملاحظين النخلة اهي وانا فوقيها، يعني ارتفاع عالي جدا. لكن هي كانت تجربة ممتعة جدا، احب اجربها كتير. لو في حد بقى سأل احنا بنروح فين، بنروح الناحية التانية كده، وبيبقى في الطريق ده بنفضل ماشيينه لغاية ما نرجع تاني للمكان او للألعاب التانية او للكافيه والمطعم اللي موجودين. بيودينا ممكن جولف كار، او احنا بنمشيها اسهل يعني. هنا ده بقى جزء موجود برضو جوه البحيرة. القعدة فيه حلوة جدا، بس بتدوخ شوية لان هي مثلا حركتها عاملة زي حركة المركب، تتحرك كده شوية. هسيب لكم الويب سايت بتاعهم واللينك بتاعهم على الانستجرام في الديسكريبشن او في اول تعليق، وكمان لينك قناة التليجرام بتاعتي عليها كل تفاصيل الاماكن اللي انا بصور فيها. وعلشان اعزز التجربة اللي انا جربتها في دراجون ايلاند، حبيت ان انا اعمل تجربة المشي في الايلاند كلها او في الحديقة كلها، بحيث ان انتوا تحسوا كأنكم انتوا اللي ماشيين في الطريق معايا في الفيديو. بحب ان انا اعرض تفاصيل المكان ككل. هنا المكان مليان مساحات خضرة كتير، في استراحات في كل جزء في الحديقة. مكان حلو جدا للتمشية. كمان حابة اقول ان التويلت نضيف جدا. هناك في باركنج كده بيكون ب50 جنيه. لو حابين تسألوا اي حاجة ممكن تكتبوا لي في التعليقات، ولينك قناة التليجرام هسيبها في اول تعليق زي ما قلت، والقناة دي ممكن تكتبوا لي فيها تعليقات وبرد عليكم على طول.